السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مشاهدي قناة شايا شانيل. حلقة أخرى كتجمعني بكم على القناة، وأملي دائما أن ألقاكم في أحسن الأحوال. فيديو اليوم هو ثاني فيديو من السلسلة الرمضانية من بعد فيديو حريشات معمرين بالجبن الزعتر والزيتون الأسود. وترقبوا إن شاء الله المزيد من الفيديوهات في هذا الصدد، بما أنه الشهر الفضيل قريب إن شاء الله. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، ويعم إن شاء الله السلم والسلام الأمن والأمان على الأمة الإسلامية يا رب. اقتراحنا اليوم هو بريوات مالحين معمرين بحشوة جد لذيذة، حصرية على قناتي وعلى اليوتيوب بصفة عامة، لأنه صراحة ما عمري ما شفتها في اليوتيوب أو في شي موقع للتواصل. هاد الحشوة هاد البريوات من اقتراح لوستي ملكة، اللي من هنا كنوجه لها تحية كبيرة وكنقول لها شكرا، لأنها صراحة هي من أثمر هوايتي للطبخ. بعد ما كنت خبز ربي في طبقو صراحه ما كنت كنعرف ندير حتى شي حاجه، وهي صراحه ما شاء الله عليها كنت كدير شيوات روعه وحبات فيا هاد الهوايه، والحمد لله من تما تولدت عندي هوايه الطبخ، ولله الحمد. وكنقول لك شكرا يا ماما وليداتي. نتمنى ان شاء الله الفيديو اليوم يعجبكم، ولا يعجبكم بحال دائما فضلا وليس امرا. ما تنسونيش من الاشتراك وتفعيل الجرس، خليوا لي لايك وتعليق. ندوزوا على بركه الله نشوفوا المقادير وطريقه التحضير. كيف ما كتشوفوا هنا عندي لادانت، تقريبا واحد نصف كيلو ديال لادانت اولا ستيك ديال لادانت. دونك بعد ما غسلناه بيان سور بالملح والخل. هنا عندي كميه من لادانت فيمي، تقريبا واحد 200 حتى ل 250 او 300 غرام. من الاحسن هذا المبزر كما كتشوفوا. هنا عندي واحد البطاطا مسلوقه كبيره اولا جوج بطاطات صغار مسلوقين. هنا عندي كميه الزبده فين غنشحر لادانت، ستيك ديال لادانت والملح والبزار. كذلك عندي الجبن الاحمر، القزبر والمعدنوس. هذه الزبده باش غندهن الورقه ديال البسطيله. وكذلك البنات راني نسيت الجبن المثلث اولا المربع، واحد 5 اولا 6 ديال القطع. دونك دوزوا على بركه الله. غادي نحك البطاطا اولا غادي نطحنها نمعسها. هنا غنقطعوا اون بتي دي لادانت فيمي، وبالنسبه للادانت ستيك غادي نشحرو في هذاك الملح والبزار والزبده، ومن بعد حتى هو غادي نقطعو ان شاء الله اون دي اولا دي بتي مورسو. الان اول حاجه غندير هو غنبدا ان شاء الله بلادانت. الستيك ديال لادانت نخليه يطيب، وعاد ان شاء الله نقطع العناصر الاخرى. كما شفتوا خديت المقلاة وضعت الزبده. غادي نوضع هاد لي ستيك. دونك ما غاديش يتعطلوا في الطياب حيت رقاقين. صدقوني البنات كيجي صراحه رائع هاد الحشوه، واللي كياكلها اصلا ما كيعرفش شنو كياكل، يعني مذاق مختلف. غادي نضيف التوابل، غير الملح والابزار فقط. خديت البطاطا دونك اما غنمعسها انا كتجينا الطريقه سهله انني كنحكها في الحكاكه في هاد الريوس الكبار ديال الحكاكه، وصافي كتجيني سهله باش تمعس. دونك راه كتكون تمعسات كاع. غادي نستمر. من بعد خديت لادانت فيمي. من الاحسن البنات هذا اللي تيكون شويه حار كيعطي صراحه لو زوين. دونك غادي نستعملهم كاملين. صراحه الكميه ما عرفتش ولكن تكون شي 200 250 غرام هكذاك، حيت ديجا كانت عندي في الفريغو، يعني خديت منها. هادشي اللي بقى ما عرفت صراحه شحال بقى لي هنا. دونك كما شفتوا كنقطعها اون بتي دي اولا اون بتي مورسو. والبنات ما تنساوش الجبن، لانه صراحه هو اللي كيعطي ديك التعليكه لهاد الحشوه. دونك واحد 5 حتى 6 ديال القطع، سواء المثلث اولا المربع لكم الاختيار. انا البنات بعد ما معست البطاطس ضفت ليها لادانت فيمي. من بعد خديت لادانت ستيك ديال لادانت بعد ما تشحر مزيان، يعني دخل معاه الطياب. نقطعوه حتى هو اون بتي دي اون بتي مورسو، وكنضيفو مع الحشوه. فوالا. وكما قلت لكم نضيفوا الجبن ما نساوش، لانني انا نسيته. وترقبوا ان شاء الله فيديو اخر فيه بريوات حلوين حتى هما ان شاء الله لرمضان. يعني هما بحشوه خطيره فريمون لذيذه بزاف وصحيه لوليدات الصغار. ما غاديش نقول لكم حتى تشوفوا ان شاء الله في الفيديو القادم.
يعني مختلفه تماما على البريوات اللي كنعمرو باللوز او لان البنات كما شفتوا انا كملت جميع العناصر. غادي نوضع الربيع، نخلط هنا القزبر والمعدنوس، كان عندي مجمد. غنضيف كذلك الجبن الاحمر او الموتزاريلا، لكم الاختيار. وكنضيفوا حتى قطع الجبنه البنات في هذه المرحله باش كنخلطوا كل شيء. اولا كنضيفوا الجبن خلاص مع البطاطا ملي كتكون سخونه باش كيذوب. الان هالحشوه اصبحت عندي جاهزه. نعسي ماما تكالي، سيري حبيبتي. هاد الزبده والزيت ذوبتهم باش غادي ندهن بهم الورقات البسطيله. وهذاك الزبده اللي كانت شاطت ليا من الشحار ديال لادان البنات مبزره وملحه، ضفتها مع هذيك الحشوه اللي غادي ندهن بها باش كتعطيها هكا شويه ديال اللون. هاد النويطه ما قالتهاش ليا ملكه ولكن انا زدتها. الان البنات بالنسبه للطريقه ديال طي البريوات ما شاء الله راه مغربيات او النساء العربيات بصفه عامه كلكم ما شاء الله عليكم كتعرفوا. دونك انا هذه طريقتي، كنقطع هكذا الورقه البسطيله شرائط هكذا، ومن بعد كنبقى نعمر كل واحد يعني كندير على حساب السمك اللي بغيت اولا العرض عفوا. فوالا ما كندهن لا بيض لا حتى شي حاجه، لانه الزبده منين غادي تبرد راه هي غادا تلصق لينا خلاص هذيك الورقه. دونك ما كندير لا طحين لا بيض لا حتى شي حاجه، كنكتفي غير بداك الخليط ديال الزبده والزيت صافي. شي ما نعسيش ماما تتعشاي، عافا بنتي. كنستمر البنات غندير واحده اخرى. نتمنى هاد البريوات البنات انا اكسبري درتهم قبل يعني باش ان شاء الله تجربوهم في رمضان لانهم فريمون كيجيو زويونين. انا صراحه درت كميه قليله لان غنعاود نديرهم ان شاء الله في رمضان. ها الوحده الثانيه. دونك غادي نستمر البنات على هذا المنوال حتى نسالي ان شاء الله الكميه ديال الحشوه اللي عندي. من الاحسن تكون الورقه مزيانه. انا صراحه هذه الورقه تصيدت فيها وعاد خليتها مازال باتت لانني كنت ناويه داك النهار اللي شريتها فيه نديرهم. الساعه خرج لي واحد البلان ما كنتش معوله عليه واستقسم خليتها بايته حتى الغد ليه. وديجا ما عجبتنيش الورقه، يعني كنت نورمالمون كناخذها عند واحد السيده جارتي كتصاوبها ورحلات. وهاد الورقه غير سولت واحد السيده هكذا بالصدفه عند واحد السيد مول الماعن، وقلت لها عافاك ما كتعرفيش شي سميتو. عطات ليا واحد السيد مشيت عنده. هي صراحه ما عرفتش الثمن تيبقى نفسه، ما عرفتش زعما ما عجباتنيش من الاول صراحه، ما عجباتنيش يعني من غير انها باتت. المهم راني غير ديبانيت بها، ولكن واخا هكاك تجيو البريوات زوينين خصنا غير نعرفوا كيفاش نخدموا بها. داكشي علاش قلت لكم من الاحسن تخدموا بها بنهارها يعني ما تخليوش تتبات. اي فوالا. دونك تنستمر البنات بيان سور. دوك الزوائد اللي كيبقاو تنقطعهم، كنحاول نقطعهم باش يجيو البريوات مقادين. والبريوات من الاحسن ما نقليوهمش ديك الساعه، يعني نخليهم يرتاحوا شي شويه، اولا بحال دابا كاين اللي كيديروا في المجمد. يعني من الاحسن نصاوبوا كميه هكذا ونخليهم في المجمد. كل ما ارتاحوا صراحه كيجيو مزيانين حتى ديك الورقه كتشرب. الان البنات هذه هي الكميه اللي صاوبت. كما قلت لكم صاوبت غير تقريبا ربعه ديال الورقه، لان انا ان شاء الله بغيت نعاودهم في رمضان. دابا بغيت غير نصور معكم فيديو باش نعطيكم هاد البريوات. ان شاء الله نتمنى ديروهم البنات في رمضان لانهم فريمون كيجيو لذاذين. والمهم انه ما كاينش لا يعرف شنو فيهم لداخل، يعني اللي كلاهم غتبقى عنده بوين دانتيغوغاسيون ما يعرفوش اشنو فيهم. وفوالا انا قليت هاد الثلاثه غير باش تشوفوهم. عاد ان شاء الله غادي نصور من بعد ان شاء الله الكميه اللي درت اللي طيبت في الفران، لانه هادو قليتهم غير في الزيت. من الاحسن نطيبهم في الفران. شوفوا البنات ما شاء الله كيجيو من الداخل، كيجيو معلكين بديك البطاطا، ومن الاحسن يكون معاهم حتى الجبن. وفوالا هادو حمرتهم في الفرن خلاص. شوفوا البنات كيجيو ما شاء الله كيجيو ناشفين. ننصحكم ديروهم في الفرن يعني باش كيحافظوا على القيمه الصحيه ديالهم. من الاحسن هادوك اللي درت في الزيت يعني غير باش كنت بغيت غير نصورهم، يعني ما كنتش صراحه ناويه انني نطيبهم في نفس النهار. كنت غنديرهم في الفريغو حتى من بعد وعاد نطيبهم الساعه. طيبتهم وصورتهم كاملين. دونك هذا هو الشكل النهائي البنات. نتمنى ان شاء الله يعجبكم.